بنرحب بكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين متابعي برنامج حكايات البشر والحجر، وتحية خاصة للصامدات والصامدين اللي بيتابعوا الميثولوجيا المصرية القديمة في ظل تغيير الأسماء والآلهة اللي بتبدل هيئتها على مزاجها دي. في الحلقة اللي فاتت عرفنا إزاي حتحور الرقيقة الجميلة تحولت إلى سخمت ونفذت عقاب أبو الآلهة اللي أنزلوا بالبشر. أكيد كان جواك تساؤل، إزاي جميلة الجميلات ربة الفن والحب والخصوبة تتحول إلى لبؤة شرسة لدرجة إن أبوها نفسه يخاف على مصير البشرية منها؟ تقريبا كده حتحور كانت بتمثل الشيلة اللي كل بشري شايلها جواه، جزء ملاك وجزء شيطان، مطلوب منه من الميلاد وحتى الممات انه يحافظ على الملاك على قد ما يقدر ويقاوم ظهور الشيطان برضه على قد ما يقدر. ثنائية دكتور جيكل ومستر هايد، الاتنين موجودين في جسد واحد طول الوقت، خناقة دايرة جوه كل واحد. بس يمكن يكون اللي المفروض نتعلمه من سخمت اننا جوانا الاتنين مش هنقدر نلغي واحد فيهم. الملاك بيحاول طول الوقت يشد روحك ويوصلها للمصدر اللي جات منه، للسما. أما الشيطان فطول الوقت بيحاول يبوظ الرحلة دي. عرفنا كمان إن ملك الآلهة نفذ توعده لنوت وجب وفصلهم عن بعض. نوت أصبحت هي السماء، وأخوها وحبيبها جب أصبح هو الأرض، وكلف شو أبوهم بمهمة فصلهم حتى نهاية الزمان، واتجه إلى السماء عشان يبدأ فصل جديد من حياته. وكلف تحوت ذراعه اليمين وخنسه إله القمر بحساب الزمن اللي وحدته هتكون الأيام من هنا ورايح، وبكده يبدأ فصل جديد من الحكاية. العالم دلوقتي بقى شبه العالم اللي نعرفه، سما زرقاء والزمن عبارة عن أيام وليالي. خلونا نشوف رحلة أتوم رع صاحب الشمس اللي هتتم كل يوم في انضباط تام. صاحب الشمس أتوم رع بيتولد كل يوم من رحم حفيدته نوت، بيتولد بجد مش مجاز. جسد نوت الأزرق الجميل بقى بيغطي العالم كله. ربة السماء كانت في أول الأمر على هيئة بقرة مقدسة، إلا إن كتير من السجلات بتصورها على إنها امرأة جميلة ممشوقة القوام، طويلة، تقف منحنية، تستقر ساقيها وحوضها عند أقصى الشرق عند جبال مانو، وتتدلى ذراعاها ورأسها عند أقصى الغرب عند جبال باخو. فيا إما هي كانت بتبدل بين الهيئتين كيفما شاءت، أو إن رب الأرباب أجبرها على الالتزام بالهيئة الأنثوية في دورها الأبدي كسماء العالم. من منطقة حوض جسد نوت بينبع النهر السماوي العظيم، نهر يماثل حابي على الأرض، نهر النيل، يجري بعرض السماء ويصب غربا في فم نوت. النهر ده هيكون مسار رحلة رب الأرباب اليومية. أتوم رع اللي من اللحظة دي هيصبح 3، سميها 3 هيئات أو 3 تجليات، المهم أسمائهم كالتالي: خبري ورع وأتوم. خبري هو ملك الآلهة على هيئة جعران، بيتخذ الهيئة دي ساعة الولادة اليومية. جعران صغير لا تزال عينه الشمسية قرص أحمر ولي، يخرج من رحم نوت فجرا على متن مركب الشمس معندجد، اللي معنى اسمها أن تصبح أقوى. تخوض المركب نهر السماء العظيم من الشرق للغرب، ومع عبور مركب الشمس النهر وتصاعد حتة الشمس يتحول خبري إلى رع، النسخة الشابة كاملة القوة من ملك الآلهة، واللي بيصل لذروة قوته وشبابه في منتصف اليوم، وتدريجيا وأثناء النص الثاني من اليوم ومع اقتراب الشمس من جبال باخو غربا تضعف شيئا فشيئا، ويتسلل كبر السن إلى رع فيتحول إلى أتوم. الشيخوخة تتمكن منه ويصبح على وشك الموت، يغادر المركب النهارية ويعتلي ظهر المركب المسائية مسكتت، واللي معنى اسمها أن تصبح أضعف. مركب الليل النوت بتبلعه ويخوض رحلة الليل داخل جسد آلهة السماء بشمس مطفأة في سبات، الرحلة اللي اتجاهها من الغرب إلى الشرق عشان يستيقظ رب الأرباب ويتجدد في فجر اليوم التالي عندما يصل إلى محل ميلاده من جديد. لكن رب الأرباب مش بيكون لوحده على المركب،
بيصحبوا لفيف من الآلهة وملوك البشر الراحلين. رب الأرباب أو خبري رع آتوم بيجلس في مقصورة في قلب السفينة، وعلى رأسه يلتف ثعبان يوريا مقدس، هو واحد من ثعابين الكبرى الملكية المقدسة، تنفث نار حامية مهمتها حماية مرتديها الملك. أما السفينة فبيقودها حرو أو حورس حفيد نوت. المسار اللي بيمشي حورس فيه بيتحدد له يوميا عن طريق تحوت وماعد اللي لا يمكن يتخلفوا عن الرحلة دي أبدا. مسار الرحلة بيتغير أو يطول أو يقصر حسب النظام الصارم اللي وضعه الآلهة. كمان بيرافق رب الأرباب في الرحلة دي الآلهة سيا وحو وحكا، وهم تجسيد للقوى الخلاقة الأساسية لرب الأرباب. سيا تجسيد المعرفة والذكاء، أما حكا فهو تجسيد السحر، وحو هو تجسيد الكلمات التي ينطق بها الإله الخالق فتكون. أما ملوك البشر على السفينة فهم تحديدا ملوك كمت، أو اللي احنا نعرفها دلوقتي باسم مصر، اللي هي قلب العالم أو العالم كله أصلا. في الحالة دي هم القلة المحظوظة اللي بعد موتهم بيترقوا لمكانة الآلهة وينضموا لطقم العمل على سفينة رب الأرباب. الملوك الراحلين بيكونوا في مقدمة المركب، وأدوارهم بتكون بين تلقي الرسائل الموجهة لرب الأرباب ونقل الرسائل عنه، وبين المساعدة في الملاحة وفي قتال عابب. المهم يعني إن تقريبا كل الآلهة المصرية بتظهر في وقت أو آخر مرافقة لرب الأرباب في رحلته، تعاونوا في مواجهة عابب. مش عارفين الحقيقة هل ليهم جدول معين ولا في موظف HR إلهي مسؤول عن تسجيل الحضور والغياب، الله أعلم. بس الوحيد اللي لا يمكن يغيب عن رحلة الشمس هو الوحيد اللي الكل بيتمنى إنه يختفي من الوجود بأي ثمن، هو عابب ثعبان الفوضى وإرادة العدم، اللي كل مهمته في الحياة هي القضاء على آتوم. بتتراوح استراتيجياته في الهجوم بين الهجمات المباشرة اللي الهدف منها تدمير مركب الشمس هي واللي عليها، أو محاولة إعاقة غير مباشرة الماء من إحدى بقع النهر السماوي عشان ينغرس المركب في الطين وما يقدرش يكمل رحلته. لكن مع الوقت رب الأرباب وطاقم السفينة من الآلهة وملوك البشر بيبقى عنده خبرة أكتر في أساليبه الملتوية، وضرباتهم وتعاويذهم بتكون فعالة أكتر في صد الهجوم. التعويذ اللي كان منها مثلا عابب يا عدو رع، ارجع سابحا إلى المحيط السرمدي نون، وابتعد عن مهد الشمس الذي ترتعد منه خوفا. رع صد ضرباتك وأدارت الآلهة وجهك، وقلبك مزقه القط البري مافدت. الربة سرقت رمت شباكها عليك وأثخنتك ماعت بالجراح وأسقطتك. ست صانع العواصف والأعاصير في أفق السماء يبعثر أشلائك كما يحلو له. الآلهة مفدت اللي معنى اسمها العداءة هي ربة قوية تتخذ هيئة قطة تجيد التعامل مع الثعابين، خصوصا ثعبان الفوضى الأول. أما الآلهة سرقت اللي معنى اسمها التي تجعل الخياشيم تتنفس فهي ربة العقارب، وبالرغم من إنها بتساعد على الشفاء من لدغات العقارب إلا إنها بتلدغ عابب لدغات تؤلمه إلى الأبد. أما ست صانع العواصف والأعاصير في أفق السماء فهو المقاتل الأكفأ على الإطلاق، واللي المواجهة مع عابب أصبحت أسهل نوعا ما بوجوده على مركب الشمس. لكن مش دايما محاولات عابب بتفشل، ساعات بينتصر انتصار وقتي لما تنكسف الشمس أو يلف العالم الضباب. إلا إن انتصار عميل الفوضى مش بيدوم، دايما راعي العظيم يتمكن من هزيمته وعودة الشمس للظهور مرة تانية. أعتقد ده بديهي بما إننا قاعدين دلوقتي بنسمع البرنامج. أما اللون الأحمر اللي بيصبغ السماء ساعة الغروب فمصدره دماء الثعبان القديم بعدما ذبحه رب الأرباب وأعوانه. إلا إن الحكاية ما بتنتهيش على كده، بيرجع عابب في النهار التالي سليم ومصمم على هدفه اللي هو التخلص من الكون وخالقه. مش عارفين عابب بيرجع ازاي تاني يوم سليم، يعني هل في مستشفى أو كونسولته بيتولى علاجه عشان يكون جاهز تاني يوم للهجوم؟
أما رب الأرباب فإحنا عارفين إن القتال بيستنزفه، وعلى ما بيوصل لوقت الغروب بيكون كبر وعجز وبقى أتهم، عجوز لا حول له ولا قوة. يبدل مركبه إلى مسكتة مركب الليل، ويكمل الإبحار إلى مصب النهر السماوي في حلق الحفيدة نوت. المرافقين له بيشعلوا المشاعر عشان تضيء لهم الطريق في جسدها اللي تحول جدها إلى جنين في بطنها. يخلق أتوم نفسه بنفسه كما فعل أول مرة في بداية الخلق. أتوم مش بس بيخوض رحلة ليلية في جسد نوت، لكنه كمان بيخوض رحلة أخطر منها بكتير، لكنها مش في السماء. الرحلة دي في العالم الآخر، عالم الذوات، العالم اللي خلقه أتوم رع عشان يرتاح فيه من رحلة النهار، وبكده يكون الكون أصبح له نظام دقيق محكم، نظام لتوزيع ضوء الشمس ودورة ثابتة من تعاقب الليل والنهار، وكل 30 دورة تمثل شهر، وكل 4 أشهر تمثل فصل، وكل 3 فصول تمثل سنة، ويصير مجموع أيام السنة 360 يوم بالتمام والكمال. أنا المصري كريم العنصر، بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، ومجرى النيل في الوادي الخصيب، لهم في الدنيا آلاف السنين، ويفنى الكون وهم موجودين. بنرحب بيكم بعد الفاصل وبرنامج حكايات البشر والحجر. خلونا نسيب رب الأرباب في السماء وننزل على الأرض شوية، الأرض اللي بقى فيها حاكم إله جديد وهو شو. إحنا مش عارفين بالظبط حكم شو استمر قد إيه، لكن الأكيد إن عهده اتسم بالاستقرار والقوة برغم إنه انتهى نهاية مؤسفة. رب الهواء اتخذ من منف اللي هي قريبة من 100 رهينة حاليا في محافظة الجيزة عاصمة له. سكن مع زوجته تفنوت في قصر كبير أقاموا فيها. قام بتقسيم أرض كيمت إلى 42 إقليم، الأمر اللي هيحافظ عليه خلفائه وصولا إلى ملوك البشر من بعدهم. بنى المعابد العملاقة للآلهة في شمال مصر وجنوبها، كمان شق القنوات لتوصيل المياه إلى القرى والأقاليم الغير ملاصقة لحابي. كما إنه لم يكتفي بكده عشان يحقق مثلث العظمة، لكنه كمان انتصر على الأعداء. هتقولي أعداء إزاي وهو إله وملك؟ يا سيدي، إذا كان رب الأرباب كان له أعداء، فابنه زي ما ورث الملك منه ورث كمان شوية أعداء ومتربصين معاهم، إلا إنه انتصر عليهم كما هو متوقع. في يوم كان شو في زيارة إلى مدينة ياتنيس اللي غالبا موجودة في نطاق قرية صفت الحنا في محافظة الشرقية. في الوقت اللي كان مشغول فيه هو وحشيته من الآلهة في تجديد العديد من المعابد العظيمة، هجم على المدينة أبناء عابب القادمين من الأراضي الجافة على المدينة. الحقيقة ما نعرفش حاجة تقريبا عن أبناء عابب دول غير إن هم هجموا على المدينة ليلا في غفلة من صاحب الشمس، ونهبوا كل شيء وقع تحت إيديهم، خربوا القرى وفر أهلها من أمامهم. لكن ملك العالم كان لهم بالمرصاد، تسلح شو باليوريا الخاصة به،
ثعبان كبرى ملكي آخر زي اللي بيستقر على رأس رب الأرباب. هزمهم شو بمساعدة مجموعة من الآلهة المعاونة ليه. أما جب إله الأرض وابن شو اللي كان لا يتمنى شيء في الدنيا إلا حبيبته نوت، واللي لقى نفسه انفصل عنها بالقوة وتكلف بألوهية لم يسعى لها. والشيء اللي كان مؤلم جدا إنه برغم البعد بين الحبيبين إلا إنهم في مجال رؤية بعضهم البعض. والأدهى إنه بيرى كل يوم جده وهو بيمر في جسد حبيبته كما يحلو له. يا ترى الإله الشاب كان بيحس بإيه؟ إيه الأفكار اللي لعبت بقلبه وعقله في الظروف دي؟ أعتقد ممكن نتخيل الحالة اللي كان فيها الابن وهو بيدخل قصر أبوه الملك العظيم المنتصر على الأعداء. هجم الابن على الأب وتسبب في إيذائه على نحو يكاد يكون مميت. يمكن يكون حس برغبة في الانتقام، فهو الوحيد المشارك في فصله عن محبوبته ولا يزال على الأرض وفي متناول إيدين جب. يمكن يكون فكر إن إيذاء شو هيتسبب بشكل أو بآخر في إيذاء أبوه رب الأرباب، أو يمكن تكون أصابته لوسة أفقدته عقله بعد فقدانه لمحبوبته. لكن إن تفهمنا دوافع الانتقام، إزاي نتفهم اعتداؤه على والدته تفنوت أمام أبوه العاجز عن التدخل، وبعدين حبسها في القصر ومنعها من اللحاق بزوجها. لكن الأغرب من كده كان رد فعل شو اللي انسحب إلى السماء زي ما أبوه عمل. ممكن تفكر إنه راح لأبوه يشتكي، أو إنه مثلا فكر يعتزل الحياة لحد ما يشفى من جراحه ويرجع ينتقم وينقذ زوجته، لكنه كان قرر يعتزل العالم فقط. وأقصى رد فعل اتخذه إنه لعن ابنه من قلبه. نتيجة الصراع ده كان إن العالم ضربته عاصفة مطيرة لم يشهد الكون مثيلا لها. طبعا دي نتيجة طبيعية لكل الدراما المأساوية اللي حصلت دي. الأرض ضرب الهواء واغتصب الماء وحبسها، ثم هجر الهواء الأرض إلى السماء. لكن بعد 9 أيام سكنت العواصف وانتهت زي ما كل شيء في الكون مقدر له أن ينتهي. خرج جب واعتلى عرش أبيه الملك، ولم يواجه اعتراض من أي كائن مهما كان. سأل جب حاشية أبوه عن اليوريا الخاصة بيه، فقالوا له إن أبوه تركها في صندوق مخصص لها في قصره بعد انتصاره الأخير. ولما فتح رب الأرض الصندوق ومد إيده ليحملها ويضعها على رأسه، اليوريا اللي من أكثر الأشياء قداسة في العالم، سلاح إلهي يستمد قوته من الشمس نفسها. عملت إيه اليوريا في اللحظة دي؟ بالضبط، فتحت فمها ونفثت نيران جبارة عاتية اجتاحت جب وحاشيته، الحاشية التي لم يتبقى منها سوى الرماد. أما جب الإله الخالد فقد أحرقته النار لدرجة أنه بقى يصرخ من الألم ويطلب المساعدة، ولكن لم يجبه أحد. وهام جب على وجهه في العالم يبحث عن دواء للألم اللي يشعر بيه، بل إن الحريق اللي سكن تحت جلده كان بيتعاظم حتى إن الماء لم يخفف عنه. وإزاي الماء ممكن يخفف عنه وهو أمه التي فعل بها ما فعل؟ في النهاية قيل له أن لا شفاء له إلا بما على رأس رع. أكيد افتكر أن المقصود هو قرص الشمس اللي بيحمله رع على رأسه حينا وفي عينه اليسرى حينا أخرى. ولكن ممكن يوصل لرب الأرباب إزاي وهو في مقصورته في مركب الشمس؟ وهنا تنكر جب في هيئة أحد الآلهة الثانوية، ووسط هرج الانتقال من المركب النهاري إلى المركب الليلي اندس في الزحام وانضم إلى ركاب مركب الليل، ثم حول نفسه إلى خنزير
واختبأ في ركن من أركان المركب، وأخذ يمني نفسه إنه حصوله على الشمس هيشفيه من كل الأوجاع اللي بيشعر بيها. فضل مستخبي حتى خبت الشمس تماما، وأتم بقى أقرب لجثة هامدة. قفز من مكانه وابتلع قرص الشمس من فوق رأس أتم، وفر مسرعا منزوي في ركن من المركب، وهو ناوي ينتظر حتى موعد شروق الشمس أو الولادة حتى يفر من المركب. إلا إن أتم انتفض جثمانه وهو يصرخ: الشمس! الخنزير سرق الشمس! وهنا انتبه الجميع على سطح مسكة مركب الليل، وساد الهرج والمرج، واندفع الآلهة في البحث عن الخنزير الحرامي. وبكده يكون جب أضاف إلى أوجاعه ذنب السرقة والخوف من الانكشاف، وفي نفس الوقت لم يحصل على الشفاء اللحظي والقوة المطلقة اللي كان بيمني نفسه بيهم. وطبعا انكشف مكانه، واللي كشفه كان تحوت اللي صاح: وجدته إنه جب. إحنا دلوقتي في موقف عجيب، مصير العالم على المحك. قرص الشمس اختفى، ورب الأرباب في اللحظة دي على هيئة جعران صغير، وجب مش راضي يرجع الشمس اللي سرقها. أكيد لو كان الآلهة عندهم الرفاهية كانت أصابتهم كريزة ضحك. جب صرح بالجريمة اللي ارتكبها في حق والديه، الأمر اللي كان أهل السماء أول مرة يسمعوه. فالأستاذ شو لما انسحب إلى السماء فضل ساكت. وهنا انطلق تحوت وأطلق سراح تفنوت وأتى بها على سطح مركب الليل. أما رب الأرباب فأعلنها صراحة إنه الأمر الوحيد المهم بالنسبة له هو قرص الشمس. إلا إن جب فضل ينكر أي علاقة له باختفاء قرص الشمس. الإنكار الحقيقة ما كانش له أي لازمة خالص، خصوصا بعد ما تألق جسده الخنزيري فجأة بلون ذهبي وأصابته نوبة سعال عنيفة، وفي الآخر خرجت من فمه شمس الفجر الصغيرة. وبدأ الآلهة يستعدوا للانتقال إلى مركب النهار، الانتقال اللي اتأخر كتير بسبب مؤامرة جيب الفاشلة. لكنهم كمان كانوا في انتظار العقاب اللي هيقرره رب الأرباب لجيب مقابل أفعاله المشينة في حق أمه وأبوه وجده. أمر رب الأرباب شو وتفنوت بمعاقبة ابنهم بالعقاب اللي يشوفوه مناسب، بس بسرعة عشان اتأخرنا. شو فضل صامت وشارد زي ما هو، تقريبا كده الراجل راح مننا خلاص. أما تفنوت فتحولت إلى لبؤة في الحال، والتقطت رمح من التي تستخدمها الآلهة في قتال عابد. توجهت إلى جب وصوابت الرمح ناحية قلبه، إلا إنها في اللحظة الأخيرة لمحت ابنها في عينيه، فتحولت إلى هيئة البقرة ولم تقتله. ولما أمر رب الأرباب جب العودة إلى الهيئة التي ولد بها، ظهرت الحروق على جسده العاري. أدرك رب الأرباب إن دي حروق اليوريا، فهو اللي خلقها ويعلم مقدار الألم اللي ممكن تسببه. وهنا قرر إنه يعفي عن جب. الأرض محتاجة ملك بدل من شو الشارد في اللاشيء اللي احنا سايبينه هناك ده. بس توعدوا بإنه لو صدر منه أي تصرف مشين آخر عقابه هيكون شديد. ثم مد يده إلى مقصورته وتناول الشعر المستعار الذي يرتديه وهو أتم، قائلا: ما يشفي من نار اليوريا ليس قرص الشمس يا أحمق، بل هذه صنعها لي خانم. وبمجرد ما ارتدى جب شعر جده المستعار اختفت الحروق من على جسده وذهب ألمه، لكن في آلام أخرى ما انتهتش. عد إلى الأرض يا جب وأحسن القيام بدورك، ولا تحاول الحصول على يوريا أبيك قبل أن تستحقها. ولاحظ رب الأرباب نظرات جب للسماء فتابع قائلا: ولا أريد أن أسمع إنك قد اقتربت من هنا مجددا. ونزل جب من السماء
ولم يتوقف عن ارتداء شعر الراعي المستعار طوال الوقت حتى بعد أن تم شفائه، يمكن عشان يرد له جزء من الهيبة المفقودة بعد ما كل من في الأرض عرف بأفعاله والعقاب اللي أنزله عليه رب الأرباب. فضل ملك إلا حتة، أو تقدر تقول قائم بأعمال الملك، لحد ما يعينه ملك جديد. إلا إنه حاول تحقيق المكانة بشكل شرعي المرة دي. ذهب إلى المعابد والمنشآت اللي بناها شو وتحولت إلى أطلال مهجورة فجددها. أقام المعابد وشق القنوات، ولم يتبقى له من مثلث العظمة الملكي إلا هزيمة الأعداء. وفي يوم كان متجه إلى يات نبس عشان يغسل الشعر المستعار في البحيرة المقدسة اللي كان حفرها أبوه، ومجرد ما لمست الباروكة الماء تحولت إلى تمساح، نسخة من التمساح سوبك الذي يشارك في قتل عابب في السماء. أخبر جيب إن ثمة خطر قادم من أعماق البحيرة، وبسرعة ظهر الأعداء من قاع البحيرة، وفي المقابل تحول جيب إلى تمساح أيضا برأس صقر وقرني ثور. هو أنا يعني ليا تعليق بسيط لو سمحتولي. مصدر قوة التمساح في فكه وقوة الصقر في جناحيه، فإيه الفكرة يعني إنه يتحول لتمساح براس صقر ويفقد المستين مرة واحدة؟ بس أنا مالي يا سيدي، إيه اللي هيدخلني في عمل الآلهة؟ ماليش دعوة. وهنا ما كانش للأعداء أي فرصة. في ثواني انقض التمساحين وفتكوا بيهم، وانهزم الأعداء، وحصل جيب على الضلع الناقص في مثلث عظمة الملوك. وبعد المعركة الملحمية دي رجع جيب إلى قصر أبوه وفتح الصندوق إياه، فتسلقت اليوريا على ذراعه الممتد وسكنت فوق رأسه الملكية المقدسة. وبكده بقى جيب ملك شرعي لأول مرة، له سيادة على كل ما يخطر لك على بال إلا السماء. الظاهر كده إن جيب هو أول حبيب حط أسطورة الحب الحقيقي اللي ما بيقفش قدامه حد، حتى لو كان رب الأرباب وخططه. في يوم من الأيام وأثناء الظهيرة، وراء على مركبه في منتصف السماء تماما، وفي أبعد نقطة من طرفيها الشرق والغرب، رأى من مقصورته أن السماء والأرض قد التحمتا فجأة. ما كانش الالتحام يشبه التحامهم في السابق، لكنه كان لقاء حميم. فشل تماما رب الأرباب في منعه بعد محاولات استمرت طيلة النهار، لحد ما وصلت مركب الشمس لموضع الغروب، الوقت اللي بيكون فيه في أضعف حالاته. فقرر إن غدا يوم آخر، والمهزلة دي مش هتتكرر. لكنه ما قدرش يمنعها أبدا، لا بكرة ولا بعده. وفي رحم نوت بدأت تنمو بذرة اللقاء. وفي ليلة وأثناء ما كان رب الأرباب في هيئة خبري يعبر رحم السماء، فوجئ ب4 أجنة في طور التكوين، ثمرة لقاء جيب ونوت. طبعا هاجوا ماج واستدعى وزيره وذراعه اليمين عشان يسألوا عن المصيبة دي. أجابوا تحوت: أبناء جيب ونوت يا مولاي. لا شوف ازاي، واحنا دماغنا راحت في حتة تانية. رب الأرباب اللي كان واضح عليه الهم حتى وهو في هيئته الطفلة قال: ثمة ما ينبئني أن هؤلاء ال4 لو ولدوا سوف يجلبون على العالم الشقاق والفوضى والخراب، ما لا طاقة لنا به، ونحن نعاني بالفعل مع عابب كل يوم. هؤلاء ال4 ثمرة آثمة يجب ألا يولدوا. وقبل ما ينتقل لمركب النهار، وقف خبري وهتف بصوت عظيم بلغ عنان السماء وقاع الأرض: أنا أتم وخبري ورع، رب الأرباب وخالق المكان والزمان، خالق الأعوام والشهور والأيام، أحرم على كل أيام السنة أن تستقبل أبناء الفوضى والإثم والفساد، أبناء جيب ونوت.
هذا قولي وتلك إرادتي، ولعنتي على من يتحداها. وخرجت مركب النهار من رحم ربة السماء اللي كانت بتبكي أولادها اللي مش هيشوفوا النور. وبدأ تحوت يكتب أمر رب الأرباب: إنني أنا دحوتي رب الكلمات المقدسة الذي يضع الأمور في نصابها. إنني أنا دحوتي الذي يقدم الماعت للآلهة. وإنني أنا دحوتي الذي لا تستقيم السماء من دونه ولا تستقر الأرض بغيره، لأني أعلم ما يخفى في السماء وتحت الأرض. وإنني أنا دحوتي أنقل ما قاله رب الأرباب المقدس، خالق الكون، صاحب الشمس، وملك الآلهة، الذي يعلو فوق الجميع، لا كلمة إلا كلمته، ولا رأي إلا رأيه. وقد حرم رب الأرباب ولادة أبناء الاتحاد المكروه لجبونوت في أيام العام 360 كلهم، ولا قول إلا قوله، ولا إرادة فوق إرادته. الحقيقة إن تحوت ما كانش بيبالغ أو عنده جنون عظمة لما وصف نفسه بالأسماء دي كلها. تحوت حاجب ملك الآلهة ووزيره ونائبه ورسوله ومستشاره، ودوره ككاتب لا يقل عن باقي أدواره إن ما كانش أهمهم. هو مخترع الكتابة ولا يعرفها غيره أحد حتى باقي الآلهة. الكتابة بالحروف الهيروغليفية المقدسة مش لنقل المعرفة فقط زي باقي لغات البشر، لكن كتابتها في حد ذاتها هي الهدف. الكتابة الهيروغليفية تكتب فتكون، فللحروف حياة وسحر وقوة. تحوت هيعلم بعض الآلهة بعد كده الكتابة، ويمكن كمان ينقل المعرفة دي لبعض البشر، بس عليه الأول ينتبه، وإلا حس رب الأرباب باللي عمله. تحوت وخنسو صديقه إله القمر أضافوا كسور قليلة من الأيام القمرية خلسة، واللي تراكمت لحد ما بقت 5 أيام، واللي اتعرفت بعد كده بأيام النسيء. الأيام دي زي ما خمنت كده هتكون خارج نطاق الزمن، خارج النظام، لا سلطة لأحد عليها، أيام الفوضى. وكمان هتكون خارج نطاق أوامر رب الأرباب بعدم استقبال أبناء نوت. لك أن تتخيل غضب رب الأرباب لما أشرق فيه يوم جديد غير مفهوم بالنسبة له. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنى وقتي غني، يا مغنى وقتي غني، حكايتنا عالربابة. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنى وقتي غني، حكايتنا عالربابة. كل دي بحكاية فيها عبرة وآية، الكل دي بحكاية فيها عبرة وآية، هتشوفها في القراية ولا عرفتها الكتابة. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنى وقتي غني، حكايتنا عالربابة. وحانت لحظة ميلاد أبناء نوت. هي مش لحظة قوي يعني، 4 أيام متتالية اتولد كل منهم في يوم مستقل. أوزير اتولد في أول يوم من أيام النسيء، مكتمل النمو، له بشرة نحاسية وطوله يصل إلى 4 متر و70 سنتي بالمقاييس الحالية، ويمكن يكون طوله هو الوحيد المسجل بدقة من الآلهة. أوزير من وهو في بطن أمه منح أرض كيمت والعالم بأسره خلفا لأبيه جب. 6 في اليوم التاني كان زهق،
فشق بطن أمه من الداخل وقفز منها إلى الأرض وساب أمه تنزف. وده تقريبا هيبقى أسلوبه في حل كل المشاكل بعد كده. وهو في بطن أمه أصبح رب الصحراء والعواصف والأراضي الأجنبية، يعني تم منحه كل ما يخشاه المصريين. كان أقصر قامة من أوزير، لكن عضلاته منتفخة ومشدودة، شكله كده زي ما يكون بيدور على خناقة أو معركة باستمرار. لكن كان أكتر ما يميزه هو شعره الأحمر وبشرته الفاتحة ووجهه اللي عليه نمش. لكن لولا قوته الواضحة كان هيتعرض للتمرد من باقي الآلهة. أول شيء عمله ست إنه رجع إلى السماء مرة تانية وقفز على ظهر مركب الليل، ومش بس انضم للآلهة في قتال عابب، لكن كان له الفضل في هزيمته في ثواني. وهنا تقبل رب الأرباب وجوده مضطر. في اليومين التاليين ولدت إيزا أو إيزيس، ثم حوت نبت. ما كانش فيه أحداث مميزة في اليومين دول. الأختين كانوا تقريبا متماثلتين في الشكل، إلا إننا هنعرف كمان شوية إنهم كانوا مختلفتين أشد الاختلاف. المهم كل واحدة فيهم ذهبت فورا إلى قصر زوجها. إيزيس زوجة أوزوريس، حوت نبت زوجة ست. ما نعرفش مين اللي قسم الأدوار ووزع المسؤوليات على أبناء نوت الأربعة، لكن اللي نعرفه إن مش كل الخلق بيقدروا يرضوا بالمكتوب. أوزير أو أوزوريس فترة حكمه كانت مليئة بالإنجازات، سوبر ستار من يومه. جلب الحضارة للبشر، حول قرية واسط اللي هي الأقصر حاليا إلى مدينة كبيرة واتخذها عاصمة وأقام فيها المعابد. أول من عرف الزراعة وعلم البشر فنونها وشق للبشر القنوات. اكتشفت إيزيس نباتي القمح والشعير، وبضربة حظ اكتشف هو العنب وقدر يصنع منه النبيذ، الاختراع اللي استقبله البشر والآلهة بمنتهى السرور. علم البشر تعدين النحاس واستخدامه، وبعد سنوات طويلة من الاستقرار أحس أوزوريس أن البشر في كيمت وصلوا لأفضل حالة، فترك الحكم في يد زوجته إيزيس وعين لها تحوت وزير، وخرج من كيمت عشان ينشر التحضر بين باقي البشر. قبل أوزوريس كانت كيمت هي العالم، وما يقع خارج وادي حابي والواحات القريبة منه ليس إلا أراضي هامشية لا يصلها نور رع ولا يسكنها إلا الخراب والفوضى، وأهلها همج أتباع عابب. لكن أوزوريس جه وغير المعادلة، ويدخل البشر كلها تحت مظلة الحضارة. بس مش معنى كده ان الكل هيتساوى، هتفضل كيمت هي الأرض المقدسة ومركز الحضارة والكون، وأهلها فوق الجميع. بعض الروايات بتقول ان أوزوريس خرج لوحده، البشر سمعوا كلامه لأنه كان كاريزما من يومه. وفي روايات أخرى بتقول انه خرج بصحبة جيش ضخم، وطبعا البشر برضو سمعوا كلامه. المهم انه في الحالتين وصل بلاد بوند، ثم الجزيرة العربية، ومنها إلى آسيا، ثم الهند، ثم دار على عقبيه واتجه إلى أوروبا. نشر الحضارة والفنون في كل مكان خطت عليه رجله، حتى إن الشعوب الهمج اللي كانت بتأكل لحوم البشر تخلت عن العادة المقرفة دي على إيديه. أما حكم إيزيس في غيابه فكانت حاسمة حازمة عادلة كريمة بدون إسراف، وأشار عليها تحوت فأحسن المشورة. وبجانب شؤون الحكم اهتمت إيزيس بشيئين: النساء والسحر. أدركت إنها في عالم ذكور هم فيه اللي بيسودوا، وإنها لو أظهرت ضعف هتكون عاجزة، ولها في أمها نوت عبرة.
فقررت تكون قوتها نابعة من ذاتها، وإنها تكون نصيرة وحامية لكل نساء البشر. وبقيت شؤون النساء الخاصة والأمومة والخصوبة هي تخصصها، ولجأت لها النساء طوال الوقت بالعبادة والدعاء. أما السحر فنال منها اهتمام خاص، تعلمته حتى برعت فيه، وعقدت صداقة مع الإله حكا رب السحر. اتعلمت منه الكتير لدرجة إنها كادت تتفوق عليه، وكان من ضمن اللي اتعلمته إنها لو علمت الاسم السري للإله فهتستطيع الحصول على قوته السحرية، المعلومة اللي هتكون مهمة جدا بالنسبة لها بعدين. أما ست شقيق أوزوريس رب الرياح وملك الصحراء، كان بيقاتل عابب في السماء ببطولة وقوة ملهاش مثيل، وفي الوقت نفسه بتوصله أخبار أوزوريس وإنجازاته على الأرض. حاول ست أكتر من مرة إقناع جده رب الأرباب إنه أحق بملك الأرض، والأهم إنه كمان أحق بالزواج من الجميلة الحكيمة إيزيس، لكن را كان حاسم في رده، مش مهم عنده مين يحكم مين ومين يتجوز مين. ولما بيخلص ست يوم عمل طويل ويرجع لقصره في أطراف الصحراء ليلا، بتستقبله زوجته حوت نبت اللي كانت زي أمها وجدتها، هادية وبسيطة، وبكل شوق تبدأ ترغي بلا انقطاع. وطبعا موضوع الثرثرة المفضل ليها هو نفسه الموضوع اللي كانت الآلهة كلها بتتكلم عنه، إنجازات أوزوريس. إلا إنها وفي اليوم ده اقترحت عليه يزوروا قصر أخوه في وسط، احتفالا يعني بعودته من رحلته العالمية اللي قلنا عليها. وعلى غير المتوقع وافق ست، وقضى ست وزوجته عدة ليالي في قصر أوزوريس يسمعوا ليل نهار لحكاياته وفتوحاته وإنجازاته، وفي نفس الوقت ست يختلس نظرات لإيزيس. بعد كام يوم رجع ست وزوجته لقصرهم، إلا إنه كانت في مفاجأة في انتظارهم. لحد هنا وقتنا خلص للأسف، لكن لسه الحكايات ما خلصتش. ست بيجهز خطة شيطانية، وإيزيس مستنياها أيام صعبة جدا، وهتلجأ لخطط وحيل لا يتخيلها بشر، وفي إله جديد هينضم للصراع. الأسبوع الجاي إن شاء الله حكايتنا هتكون في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. طول الشهر الكريم هيكون عندنا حلقتين في الأسبوع، مجهز لكم حكايات مختلفة، يا رب نكون عند حسن ظنكم حتى نلتقي في الأسبوع القادم. كل سنة وانتم طيبين.